ايه الاخبار؟ يا رب نكون بخير. عندنا العريس المصري هنا بيتنفخ مواسم. كل شهر تقريبا عندنا موسم، كل شهر عندنا مناسبة تقريبا. احنا عندنا الاعياد كتير والمواسم كتير. يعني انا مش عارفة هيجهزوا نفسهم امتى. يعني هو تقريبا ما بيخرجش الشهر غير لما يجيب موسم، فبتبقاش فاهم. مثلا يعني بعد كام يوم كل سنة وانتم طيبين، مولد النبي. العريس لازم يجيب حلاوة المولد، والعروسة لازم يخش بالعروسة. لو ما دخلش بالعروسة يبقى يومه مش فايت. وحلاوة المولد لازم يبقى فيها مكسرات. ازاي يعني؟ كان زمان بقى الحمصية والسمسمية والبتاع المدورة الرخمة ديت، دلوقتي خلاص الكلام ده مفيش يعني. وبعدين كمان بيتقاس بقى هو جابها منين، من الابوار، من العبد، منين يعني، منين بالظبط. فلازم يقعوا له مثلا بتاع 2000 جنيه مثلا كده، ايه، عشان موسم مولد النبي. يعدي مولد النبي نخش بقى ايه في راس السنة. طبعا احنا عشان الوحدة الوطنية ما بقاش بقى عندنا حاجة اسمها ايه، لا ده مش عيدنا، لا ده عيدنا، لا ده مش عارف ايه. المناسبات كلها بقت واحد. فلازم يجيب بابا نويل العروسة الصغيرة دي، ويجيب تورتيه ولا يجيب جاتوه ولا يجيب حاجة حلوة، ما يخشش كده بايده فاضي، ما ينفعش. المهم نخلص، لما نخلص هوب بعديها بشهر ولا بشهرين نلاقي الفالنتين، عيد الحب والنيله والسواد والهباب على عينيهم. لازم بقى يجيب هديه، لازم. ما هو يعني ما ينفعش يعني، لو ما عملش كده ما محبش، يبقى ما بيعرفش يحب، يبقى نايل ب60 نيله، يبقى كاسفني ومبهدلني. وهو انا مش زي البنات؟ عشان يجيب لي في الفالنتين؟ نخلص؟ ما بنخلص. احنا ما بنخلص. احنا عندنا الاعياد طول السنه تقريبا. الشهر اللي بعده عيد الام، وده لو ما جابش بقى لحماته بقى هديه كده عليها القيمه، يطلع في نشره الاخبار، يبقى يومه مش فايت، يبقى بخيل ومنايل ب60 نيله. الحواجب تترفع 8 ويبقى خلاص بقى. انت بتستهبل. انت ازاي يعدي عيد الام كده وما تجيبليش هديه؟ يعني اللي هو ازاي؟ نخلص ما نخلص. هب نروح بقى داخلين في رجب. وزمان كان عيد الام بيجي وبعد كده رجب، دلوقتي بقى رجب مع عيد الام مع رمضان مع الحاجات كلها. فكانوا زمان بيحتفلوا ب 27 رجب ويقول لك ده موسم برضه، بس يعني ابتدينا نخف منه. فيقول لك بقى ايه، رمضان لازم بقى يجيب شنطه اليميش ويجيب الفانوس، ويا ما لازم بقى لازم. هوب العيد الصغير نجيب علبه الكحك والبسكوت ويديها العيديه بتاعتها. هوب شهرين العيد الكبير يجيب الخروف الكبير ده ويديها العيديه بتاعتها. ما بنخلص مرار. الرجال هتعمل ايه؟ الشباب هتعمل ايه يا ولاد؟ هتعمل ايه؟ لا وناهيك عن كل ده بقى، ما هو لازم بقى كل ما يخش كل شهر او كل اسبوعين او كل اسبوع لازم يخش بايده في يعني معاها حاجه. مش هينفع يخش بايده فاضيه، يعني مش هينفع. لو تحس ان مرار. هي الناس دي هتتجوز امتى؟ ما هو تقريبا كل شهر بيقعوا له بتاع 1000-2000 جنيه. يعني اللي هو يا جماعه هو في ايه يعني؟ هو المواسم دي ما ينفعش ان احنا نقضي على حاجه اسمها مواسم واعياد وكلام لهبل ده، يعني مش كده. ولو العريس بقى ما جابش اتقال عليه ايه؟ ده بخيل، ده ما بيفهمش في الذوق. فيها ايه يعني لو جت في المناسبه الفلانيه مش يفرح البنت زي ما اصحابها فرحانين؟ ولا هي جت على بنتي يعني؟ ولا جت على الحاجه اللي هو بكام يعني؟ بكام ايه يا وليه؟ انت وهي بكام ايه؟ بكتير اقل مناسبه دلوقتي بكتير. يعني نرحم الشباب دي بقى، نخلي عندنا دم. يقول لك ايه؟ طب ما هو لما بيتجوز احنا بنجيب له، لا تجيبه ولا هو يجيب. يعني كل واحد يخليه في حاله، هو يقضي باللي عنده وانتوا قضوك باللي عندكم. قبل ما بنتك تتخطب ما انت كنت بتجيبي الحلاوه وبتجيبي الكحك كل المواسم دي كنت انت اللي بتقومي بيها، انت وابوها. خلاص يعني بقيتوا مسؤولين من الراجل. لموا نفسكم واهدوا على الشباب شويه. اهدوا.